سيد قائد إخواني أعضاء المجلس المحترمين، سادة الحضور، مرحبا بكم في دورة يناير العادية، والتي يتضمن جدول أعمالها نقطتين: دراسة وتصويت على تحويلات لبعض الفقرات حسب حساب النفقات من المخصص المالي المرصود لمقاطعة المسيك برسم السنة المالية 2023. هذه الدراسة والتصويت على التحويلات هو كاين اليوم في جميع المقاطعات، نظرا لأن المونوكلاتور ديال النفقات مسجلين فيها مجموعة من السطور، إلا أنه جات ملاحظة من جميع المقاطعات وكذلك الجماعة الحضرية للدار البيضاء من السيد الوالي على أساس أن هذه النفقات ما خصهاش تبقى في هذا الاختصاص وفي هذا المونوكلاتور. إذا كان لابد باش ما تضيعش النفقات اللي تحدات في هذه السطور يتم تحويلها إلى أخرى. ثم النقطة الثانية هو العرض اللي غادي قدموه السي حاتي نائب مندوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة المسيك حول برنامج عمل المندوبية بتراب مقاطعة المسيك وكذا الوضعية الصحية الراهنة بها والاستراتيجيات المتخذة لإنشاء السجل الاجتماعي. إذا أعطي الكلمة للسيد رئيس لجنة المالية النظام. في شهر يناير 2023 عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا بتاريخ 9 يناير 2023 على الساعة 10:45 صباحا بقاعة الجلسات بمقر المقاطعة. وقد حضر أشغال هذا الاجتماع الذي ترأس أشغاله السيد صالح منيليس رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أغلب أعضاء اللجنة، وكذا مجموعة من السادة المستشارين ورؤساء الأقسام والمصالح، وذلك من أجل دراسة النقطة الفريدة التالية: إجراء تحويلات من بعض الفصول مخصص إجمال مصروف لمقاطعة المسيك برسم سنة 2023. وبعد قراءة الفاتحة ترحما على وفاة خالة عضو اللجنة السيد حسن شوقي، وجه السيد رئيس اللجنة صالح منيليس عبارة الشكر والامتنان للسادة الحاضرين على تلبية الدعوة، مذكرا بالنقطة الفريدة مضمون الاجتماع، حيث أوضح بأن هذه النقطة أدرجت بناء على إرسالية توصلت بها جماعة الدار البيضاء من السيد والي جهة الدار البيضاء سطات حول التأشيرة على ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، حيث تلا نص هذه الإرسالية على مسامع الحاضرين، والتي تقضي بعدم برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجالس المقاطعات في أبواب المخصص المرصود لمقاطعة المسيك، وهي كالتالي: شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية، إعانة الجمعيات والأندية الرياضية، تقديم هبات وإعانة لفائدة المعوزين، شراء لوازم مدرسية، مصاريف استشفاء المعوزين. وبناء عليه تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة يناير، والتي تقضي بتحويل اعتمادات بعض فصول مذكورة أعلى إلى فصول أخرى. بعد ذلك شرع السيد رئيس اللجنة في قراءة وثيقة ملخص الاعتمادات المنقولة حسب الفصول لسنة 2023 وفيما يلي أهم الفصول التي تم التوقف عندها: مصاريف نقل أطفال المخيمات، قيل بخصوصها بأنه تم الرفع من أعداد المستفيدين ومن مدة مراحل التخييم والتكفل بنقل الأطفال وتغذيتهم، شراء لوازم الرياضة، يتعلق الأمر بكل ما يخص الفرق الرياضية من حفلات وهدايا سواء في الدوريات التي تقام أو خلال المهرجانات الثقافية، شراء أعتاد صغير للتشوير، يتعلق الأمر بلوحات تشوير طرقي للإرشاد والتي تتضمن أسماء مختلف المنشآت ومرافق القرب والتجهيزات المتواجدة بصورة المقاطعة على أساس توزيعها بجميع مداخل صورة المقاطعة. وكمثال على ذلك المركبات الرياضية الكبرى الثلاث، وهي المركب رقم 1 ويضم المسبح والقاعات الرياضية المجاورة له، المركب الرياضي رقم 2 الذي يضم الملعب الكبير والقاعات الرياضية المجاورة له بشارع واتزن، والمركب الثالث والمتواجد بحديقة الشباب، صيانة المنشآت الرياضية، ويتعلق الأمر بإعادة وتهيئة وإصلاح القاعات الرياضية المتواجدة بحديقة الشباب بالكامل نظرا للحالة المزرية التي أصبحت عليها. وبذلك أعلن السيد صالح منيليس عن انتهاء أشغال هذا الاجتماع حوالي الساعة 12:10 عن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد صالح منيليس. السادة المستشارين، السادة ممثلين السلطات المحلية، أيها الحضور الكريم، أنا هنا تواجدت لأنني أنا غيور على بنمسيك وسمعت أنا ولد بنمسيك، بما أن كما قال السيد الرئيس أن السيدة مندوبة في إجازة إدارية وفجأنا هذا سميتو
ريحت انا وياها، قالت لي ودي راني عيطت لي وقالت لي راه في اجازه اداريه، الا بغاو زعما اتصلت بالسيد الباشا والسيد الوزراء ان تحولوا هذا زعما تاجلوها، وهي مستعده دابا. وانا غندير لكم عرس السيده المديره المستشفى، هي لا سول جينيكو اللي كاينه في السبيطار، يعني اخصائيه في الطب والتوليد. دابا كتواجد في البلوك اوبيراتوار. عيطت لها البارح قالت لي عندي شي اوبيراسيون شيروجيكال ايرجونت، هادشي انا جرى حرص في اللي قالوا لي. انا هنا باش نقدم لكم سواء العرض الصحي ولا الحصيله بمقتضب، وداك الشيء اللي غتقولوا لي جبنا لها كامل احترامات المديره اللي كتشتغل ولكن هي دائما حاضره بالدورات ديال السبعه. تكون عندها لا يرجون. انا اتصلت بها السي جودة رباح، انا اتصلت بها لان كما كتعرف رانا غيور على دويتها على المندوبه ملي ولات المديره غير غادي تسمح لنا ما غاديش ندوزو الدوره، ما ندوزوش هذه النقطه، وقالنا هذا استقال المجلس واستقال الحاضرين، احنا ما كنرفضوا ندوزوها، وغنكتبوا المسؤول الجهوي وغنكتبوا السيد الوزير لانه ماشي اول مره سبق وثبت ان ملي جاو البنفسيك ما جاوش كاملين. كنشكرك شكرا صاحبي، غير يساعدني بزاف لا. ايها الحضور الكريم، قبل ما نقراو البرقيه بلغ الى علمي الان ان اخوان الموظفين اطار انجاز كبير اللي حققه المنتخب المغربي، انجاز تاريخي، فهما داروا مبادره اننا نحتفلوا جميع داخل هذه القاعه، وانا كنشكرهم لانه انا احتفلت في قطر ولكن ما تاحش لي الفرصه نحتفل وسط العائله ديالي القريبه اللي هو الموظفين والاخوان الاعضاء. فانا كنشكرهم على هذه المبادره ونبغي نقول بان من بعد القراءه ديال البرقيه المرفوعه لصاحب الجلاله الكل داخل القاعه اللي قالوا لي يعني ان الناس غرماء، الكل مدعو لهذا الحفل داخل هذه القاعه. شكرا لجميع اللي قاموا بهذه المبادره. وتنتمناو زايد هذا الحفل ديال المنتخب الوطني، تنحتفلوا حتى حنا سيدي بالسيد الرئيس اللي هو اصبح امين العام ديال الاتحاد الدستوري. بهذه المناسبه تنمني وديما بنت برقية ولاء بمناسبة اختتام مجلس مقاطعة المسيك أشهر الدورة العادية لشهر يناير 2023 بتاريخ 13 يناير 2023. يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس مقاطعة المسيك أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة عضوات وأعضاء المجلس وسكان المقاطعة قاطبة بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، وبعد تقديم ما يليق بالمقام الشريف من فروض الطاعة والولاء بأن يرفع بكل إجلال وإكبار إلى المقام العالي بالله أسمى آيات التهاني والتبريك وأصدق مشاعر الوفاء والإخلاص والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد. نعم سيدي أعزك الله، إن خدام جلالتكم الأوفياء بهذه المقاطعة العزيزة عليكم ليغتنمون هذه الفرصة ليعبروا لجلالتكم المنيفة عن صادق الامتنان ومباركة هطول أمطار الخير بربوع مملكتنا الشريفة. كما نبارك لكم يا مولاي السنة الميلادية الجديدة سنة 2023 بأن يجعلها سنة يمن وخير وصحة وعافية عليكم يا مولاي وعلى بلدنا الغالي. مولاي صاحب المهابة المطوق بالأمانة، إننا نؤكد لجنابكم الشريف التزامنا بتوجيهاتكم وباستشعار أمانة المسؤولية بالروح الوطنية الصادقة، خدمة لقضايا التنمية الترابية والوطنية وخدمة للمصالح العليا للوطن تحت قيادتكم النيرة المتبصرة. وإننا نعاهدكم يا مولاي على السير قدما وفق المنهج المولوي القويم الذي رسمتم معالمه في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجازات التي تقودونها بعزم وثبات لتحقيق الأفضل لشعبكم الوفي الذي جعلتم أمنه وسلامته ورقيه في صدارة انشغالاتكم واهتماماتكم. مولاي صاحب الجلالة، إننا نغتنم كذلك هذه المناسبة لنعرب لجلالتكم عن بالغ اعتزازنا بكريم عنايتكم بمنتخبنا الوطني المغربي بمناسبة الإنجاز التاريخي الغير المسبوق في منافسات كأس العالم بقطر 2022 ببلوغهم الدور النصف النهائي في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية
في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية. وإننا لجد سعداء بجلالتكم وبالاستقبال التاريخي الذي خصصتموه لمنتخبنا، وهي مبرة مولوية كريمة تنضاف إلى سلسلة مبراتكم الذهبية لأفراد المنتخب الوطني وأمهاتهم وللشعب المغربي كذلك. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، ومحققا لآماله، وبانيا لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم يا مولاي بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة لاله خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد سمو الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله. إمضاء السيد محمد جدار رئيس مقاطعة بن مسيك. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال سنينا. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال سنينا. عمرك شفتي الصباح خايف كي يدخلع، ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوعة. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال سنينا. عمرك شفتي السباع خايف كي يتخلع، ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوع.